في أخبار بتقول إن أحمد شوبير هيرجع شبكة قنوات صدى البلد، والمقابل أو البديل بتاعه في أون تايم سبورت هيكون هاني حتحوت. ده الكلام اللي داير بقاله كام يوم في الوسط الرياضي كله، ولكن الكلام قد يكون حقيقي بنسبة 90%، والصورة هتبان أكتر في شهر 8 أو شهر 9 بالظبط. دي فترة إنهاء التعاقد الخاصة بهاني حتحوت مع قناة صدى البلد. قد يستمر في برنامجه اللي هو برنامج الماتش، وقد ينتقل إلى اون تايم سبورت، ويعود الكابتن أحمد شوبير إلى العمل مرة أخرى في قنوات صدى البلد. دي الأحدث أو الكلام الجديد الخاص بقصة أحمد شوبير. طيب، هو رد على أزمته بإيه أو علق على أزمته بإيه بعد طبعا إنهاء التعاقد من خلال شركة المتحدة، واللي سببت هذا الإنهاء بأنه يعني لم يراعي الرأي العام والشارع المصري، وأنه لم يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي والسياسة التحريرية الخاصة بالقناة. أحمد شوبير قال لك أنا كنت متكلم مع الناس من فترة كبيرة إن أنا يعني هنهي التعاقد او هننهي التعاقد بالاتفاق ما بيننا وما بين الطرف الاخر، لاني كنت عايز ارتاح وعاوز يعني ارجع لاسرتي مره تانية، لان يعني وفقا لما قالوا ان الشغل واخده منهم، وانه مش عارف يعني يستجم مع اسرته بشكل كبير. وقال لك انا يعني الفتره اللي جايه هكون في فتره استجمام وفتره راحه علشان خاطر يرتب اوراقه من جديد الفتره اللي جايه. آه، الكلام اللي قاله على كابتن احمد رفعت هم 6 جمل سببوا له الازمه اللي حصلت. الجمله الاولانيه قال لك ان الناس بترميني بالباطل، وبتحط اسمي بين علامتين تنصيص في ازمه احمد رفعت، واني من المتسببين فيما حدث له من ضغط نفسي. الجمله الثانيه قال لك انا اطالب بفتح تحقيق في القصه، واللي بالفعل التحقيق شغال في وزاره الشباب والرياضه، والمخطئ يحاسب. واحمد رفعت لو ليه حق هياخده. لا، احمد رفعت يا كابتن ليه حق وهياخده ان شاء الله بالقضاء. وقال لك عيب ان الناس ترمي الاخرين بالباطل، لان لو كل حد مخطئ فسيكون هناك الحساب والعقاب. ده التصريح الثاني. قال لك التصريح الثالث: انا قدامي القضاء وهاخد حقي بالقانون مع اللي جابوا سيرتي او اللي اخطأوا في حقي او اللي سبوني وشتموني. وقال لك انا يعني جملة عند الله تجتمع الخصوم. قال لك الحمد لله الحقيقة هتظهر بكل تفاصيلها، وبوادرها بدأت تظهر جدا 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 قدام الناس بخصوص اللي حصل. اتكلم كمان عن أحد المذيعين الذي تحدث عن الواقعة، وقد يكون الأستاذ إبراهيم فايق اللي فجر الواقعة طبعا، واستضاف وكيل أحمد رفعت نادر شوقي. فده برضو كان أمر ليس في محله. قال لك في صفحات بتضحك على الناس علشان خاطر أهداف معينة، ربما يقصد الصفحات الزملكاوية، وربما يقصد الصفحات الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي لمن لا يحبه. قال لك كمان أنا عايز أوجه نصيحة: أي حد متضرر من أي حاجة، عندنا في قضاء وعندنا في قانون عادل في البلد. وقال لك الشاشة مش مجال إن أنت تتكلم وتحكي، لكن عندك السوشيال ميديا تقدر تتكلم فيها براحتك زي ما أنت عايز، لكن الشاشة ملك للمشاهد. وبالتالي هناك قضاء ومباحث انترنت ووسائل كتير جدا جدا جدا، لو اي حد شعر بالظلم يقدر يلجأ ليها. اخر حاجة وختمها وقال لك بطلب من الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة ان الناس لو تكلمت عن اي حد وجابت سيرته في الموضوع ده يتم التحقيق معاه، واي حد اتقال الحرف الاولاني من اسمه سواء عندك او عن او امام القضاء يتم انهاء الامر معاه بسرعة. 6 جمل دول كانوا كفيلين ان هم يخلصوا على مشوار احمد شوبير مع اون تايم سبورت. تقريبا قعد في اون تايم سبورت حوالي 5 أو 6 مواسم تقريبا.
قدم فيهم البرنامج بتاعه، وكان من البرامج اللي تعتبر الأكثر مشاهدة في القناة. لكن يا كابتن أحمد، التصريحات دي ما كانتش في وقتها خالص. حضرتك عارف إن في أزمة، وحضرتك عارف إن في سياسة تحريرية للقناة اللي أنت كنت طالع عنها، فكان من الأولى إنك تتحدث في السياسة التحريرية الخاصة بالقناة فقط. وزي ما حضرتك بتقول في سوشيال ميديا تقدر تتكلم عليها، كنت انت حضرتك تطلع على الصفحة الخاصة بحضرتك برضو، وتطلع تتكلم على الأزمة كلها وعن اللي بيزجوا باسمك في الموضوع، وكنت تقدر تفسر الموضوع ده بكل سهولة. لكن ما كانش ينفع تتكلم على الشاشة زي ما حضرتك بتقول إن الشاشة هي ملك للمشاهد فقط. حضرتك كده خالفت ما يعرف، خالفت ما يعرف. دي كل القصة وكل ما حدث بخصوص الكابتن أحمد شوبير.